عارفه يا بنتي يا عبيره نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا ماما؟ نفسي اكل محشي قوي. محشي؟ والله محشي؟ بموت على محشي. انا هجيب لك المحشي دلوقتي. تخيلي صباع المحشي. انا هجيب لك المحشي دلوقتي يا ماما. ايه ده المحشي يا ماما؟ في ايه؟ ايه ده نفرتيتي؟ عبيره تعالي نفرتيتي، تعالي نفرتيتي، نفرتيتي يا ماما. تعالي يا نفرتيتي، نفرتيتي يا عبيره، تعالي. ايوه الله يبارك لك والله نفرتيتي دي. يا لهوي الله يبارك لك على المحشي. يا لهوي على المحشي. وريني كده ايه دي؟ شوفي يا ماما ده ايه؟ ده ورق عنب يا ماما. الله يبارك لك على ورق عنب. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منوريني ومشرفيني في قناة ترند جديد. بقينا في زمن غريب عجيب محدش فاهم حاجة. هو علشان الحكومة بدأت تنظف التيك توك من العري هنلبس بقى ونتشقلط بقى ونعمل حاجات ملهاش معنى؟ شايفين اللي راكبة على الغسالة دي الأم والباقي الأطفال؟ فين التربية؟ فين التوعية؟ ولما بتحصل حاجة بنقول للمجتمع. هنا عايزين نتكلم عن مشكلة أو ظاهرة في التيك توك غريبة، يا نقلع يا نلبس يا نتشقلط يا نعمل حاجات ملهاش معنى. حسبي الله ونعم الوكيل في الأم وفي الأب، وفين الأخ وفين العم وفين الخال، فين العيلة اللي محدش قادر يقول لأ ده لا وضع يرضي ربنا ولا دين. طالما انت فيكي صحة وقادرة تتقلبي يمين وشمال وتنامي في الأرض وتركبي على الغسالة، انزلي اشتغلي، اعملي أي عمل مفيد في حياتك، اشتغلي علشان تربي ولادك بالحلال. الناس عشان الفلوس التيك توك وعلشان الدعم ممكن تعمل اي حاجة. بقينا في زمن غريب عجيب. فين الام اللي بتربي وتعلم وتكبر؟ الام ذات نفسها اهم حاجة في دماغها الدعم. اعمل اي حركات عشان تبسط الداعم. ما هو انا مش قادرة اقلع وخايفة اقلع اتمسك، طيب البس بقى محدش يعرف لي ملامح وابدأ اعمل اي حاجة تضحك الداعمين علشان يدعموني. انتوا لو شفتوها اول ما اترمالها اسد وكأنها ملكة العالم في ايديها، بدأت تنام على الارض وبنتها كانت بتضربها بالدرع بتاع اللمبه. حسبي الله ونعم الوكيل في الام والاطفال. دي التربيه الغلط. ان شاء الله باذن الله هيتقبض عليها زي ما اتقبض على هدير عبد الرازق وحش الكون، وكل واحد فاسد بيحاول يشوه صورته وصورة البلد. بإذن الله الحكومة ماسكة التيك توك وهتنظف التيك توك من البلاوي. الأم مدرسة. فينك وفين يا ستي بناتك اللي هيطلعوا علشان الفلوس يعملوا في الدرة؟ طالما انت عندك استعداد تعملي اي حاجة في الدرة ومحدش عارف صورتك وتتشقلبي وتنامي في الارض، بناتك في يوم من الايام هيعملوا كل حاجة وحشة وهم متداريين. انا حبيت اظهر لكم بالفيديو ده علشان اعرف رايكم ورأي كل المتابعين في اللي بيحصل في التيك توك. من بعد الساعة 12 هتشوفوا بلاوي على التيك توك، يا اما اللي قلعة يا اما اللي يا اما اللي نايمه في الارض وبتحاول ترضي الداعمين. ما هم الداعمين ده مش هيرموا فلوس على الفاضي، كل واحد بيبقى شبه اللي بيدعمه. يعني اكيد الداعم اللي بيدعمك شبهك، بيحب يشوفك وانت متشقلبه ونايمه في الارض وبتصرخي يمين وبتصرخي شمال. انا شفتها مره كانوا في اللايف بتعمل حمام على نفسها، والتعليقات بقى فرحانين بيها، انت دمك خفيف، انت كوميديانه، المفروض تمثلي في التلفزيون. وفي ناس كتير بدأت تشجعها وهي بقى ايه ركبت الموضوع وقالت وليه لا طالما بيجيني ربح كويس والداعمين فرحانه بيا. احب اقولك منك لله انا زعلانه على البنات الصغيرين اللي لسه في عز شبابهم، المفروض يتعلموا حاجه تفيدهم، يذاكروا، يقرأوا قرآن، يشوفوا اي مفيده، يلعبوا رياضه. عابرة السعادة واسمها على التيك توك عابرة السعادة. انت وليس عابرة السعادة، انت عابرة المهزلة. احب اقولك فين جوزك؟ ولو انت متطلقة فين اخوكي؟ لو ملكيش اخ فين ابوكي؟ لو ملكيش اب فين عمك؟ فين خالك؟ فين جدك؟ فين اهلك؟ فين ناسك؟ حد لازم يوقف المهزلة دي. بس احب اقول الناس بتعميها الفلوس وبعد ما يتقبض عليها تقول انا ما كنتش بعمل حاجه غلط. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا بربي بناتي، انا مش لاقيه فلوس. انزلي هاتيلك شويه خضار وافرشي بيهم وبيعي وكلي بالحلال، او افتحي لايف بكل ادب واحترام من غير ما تتشقلبي في الارض وترقصي وتعملي حمام على نفسك وبناتك بقوا يقلدوك وتقعدي في الغساله. فين محتواكي؟ لو ما عندكيش محتوى اقعدي بادبك واحترام وهستنى راي كل